وبيشرفنا طبعا مداخلة من دكتور أحمد عمر هاشم أستاذ الحديث ورئيس جامعة الأزهر الأسبق. دكتور أحمد صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة المولد النبوي الشريف. وانتم طيبين بخير إن شاء الله. وحضرتك بألف خير يا دكتور. خليني أبدأ كلامي مع حضرتك يعني بهذه المناسبة وأتكلم معاك إن إحنا إزاي نقدر في عالمنا الإسلامي وفي مصر نقتدي بسيرة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اتفضل. نقتدي بسيرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولا واجب على الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وهي تحتفل بهذه الذكرى، أن أبلغ وأعظم وأهم احتفال هو أن نقتدي بسنته فعلا، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والاقتداء به وبسنته هو أبلغ احتفال بذكراه، خاصة أننا في هذه المرحلة الأخيرة تعرضت سنته المشرفة إلى هجمات شرسة من أعداء الدين وممن ينتسبون اسما وشكلا للدين والدين منهم براء. أولئك الذين طغوا وبغوا، أولئك الذين حاولوا أن يوظفوا بعض النصوص في غير موقعها الصحيح. الإسلام دين الرحمة، والرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، حيث قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للإنس وللجن وللإنسان وللحيوان، لجميع الخلق بعث رحمة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. فهل من الرحمة أن يعادي الإنسان أخاه الإنسان؟ هل من الرحمة أن يعتدي الإنسان على حرمات الإنسان؟ وصاحب الذكرى طال